عندنا حالتين تحكيميتين مهمين في الشوط الاول عليهم حاله جدل كبيره النهارده، هنتكلم عليهم ونحللهم ونشوفهم مع بعض. هنبدا بالحاله الاولى في الدقيقه الثانيه او الدقيقه الاولى في بدايه المباراه مباشره. في الدقيقه الاولى حصلت الحاله بدايه المباراه وحاله صعبه، حكم المباراه ما احتسبش حاجه في الملعب، استدعى حكم الفار. بنتكلم على حاله شك في ركله الجزاء، حكم الفار استدعاه وقرار صحيح من حكم الفار استدعاء الحكم. بنتكلم على المبدا العام، المبدا العام في التحكيم، الكره لو خبطت او لمست رجل المدافع ما لعبش الكره وارتكب خطا اللي هو دهس القدم الرجل على الرجل وبالتالي يعاقب عليه. وحتى في اصعب الاحوال لو حتى المدافع لعب الكره، وده ما حصلش في اللقطه، لو حتى المدافع لعب الكره وعمل اكشن جديد اللي هو الفوت على الفوت، فوت ان فوت، ده خطا كبير ويعاقب عليه اللاعب الزمالك بركله جزاء وانذار. حكم الفار قام بدوره، استدعى الحكم وقال له ركله جزاء موجوده. الكره خبطت في لاعب الزمالك، انا بقول اصعب يعني اللقطه دي الكره خبطت في لاعب الزمالك ما لعبش الكره. وحتى لو لاعب الزمالك في اللقطه زي كده لعب الكره وبعد اللعب داس على رجل لاعب سموحه كان برضه يعاقب، لكن هنا ما لعبش الكره خبطت في رجله، داس على القدم، ركله جزاء سهله وواضحه وصريحه لسموحه لم تحتسب. ويعقوب واللقطه دي لازم فيها ركله جزاء، داس على القدم فوت ان فوت، لازم ركله جزاء وانذار. اللقطه الثانيه واحتساب ركله جزاء لنادي الزمالك، كانت دي في الدقيقه 22. الحكم احتسب واشارته واضحه بتقول ان الكره لمست يد. جبنا لقطه واثنين وثلاثه عشان نتاكد من قرار الحكم. كل اللقطات اللي كانت معانا مش موضحه لمسه اليد الا لقطه واحده، طبعا الايد موجوده في وضع غير طبيعي، لو الكره لمستها باي حال من الاحوال هتبقى ركله جزاء. في كذا لقطه جبناها مفيش فيها اي ركله جزاء، لكن في لقطه واحده بس اللي ممكن نمشي فيها مع قرار الحكم وعملها سلو موشن عشان نتاكد، بندور على اللمس اليد دي موجوده فين. تعبنا كتير عشان نوصل للمس اليد اللي احتسبها الحكم، لكن موجوده لمس اليد ممكن نمشي معاها وسبورت الحكم. دايما لما نلاقي فرصه ان احنا نقول سبورت الحكم ان ركله الجزاء موجوده، الايد لمست الايد موجوده في وضع غير طبيعي مكبره الجسم، في لمسه خفيفه حصلت دورنا عليها كتير جدا وحكم الفار ما شافهاش ومش موجوده. لكن احنا لما نلاقي حاجه زي كده نبقى سبورت الحكم. في ركله جزاء تم احتسابها نادي الزمالك، يعني تحكيميا بتبقى ركله جزاء ضعيفه، لكن ما دام في حاجه تبرر قرار الحكم بنمشي مع الحكم ونحتسب ركله جزاء لصالح نادي الزمالك. هنقول عليه قرار صحيح من حكم المباراه باحتساب ركله جزاء لنادي الزمالك. الاهم في الشوط الاول ان في ركله جزاء صحيحه لنادي سموحه لم تحتسب، ركله جزاء واضحه وصريحه وسهله، كان حكم الفار استدعى فيها الحكم وقرار صحيح من حكم الفار، ولكن حكم المباراه خد قرار مخالف للحقيقه اللي موجوده ان في ركله جزاء لم تحتسب لنادي سموحه.